ينفعش ابدا اكون في المحموديه وما اعديش على شاعر المحموديه، الشاعر الفكهاني. بصوا يا جماعه، انا بحب صوته جدا، بجد بحب صوته جدا، وحاسه ان هو مش لاقي نفسه. فانا النهارده هنشره على صفحتي، عاوزاكم تشجعوه، وبقول له اعمل صفحه، قولوا له بقى في الكومنتات الراجل ده، الشاعر ده، الفكهاني الجميل ده ينفع يفتح صفحه على الفيسبوك؟ هيلاقي صدى كده منكم ولا ايه؟ اسمعوا صوته وقرروا. ازيك يا عم جابر؟ وكل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان، وكل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الام. عيد الام محضر لها حاجه؟ طبعا. طيب سمعني عشان اسمع الجمهور من غير اي كلام، يلا. ولسه بين نبض القلوب بتسمي وتصلي، وسيرتها رغم البعاد بتداوي وتطبطب، وصورتها زي الشمس مبنية في قلوبنا. نحلم نلاقي الحلم يروح لبسمتنا، بينام على كتفنا بيغني يا مايا، لساها قاعدة هناك على السطح بتسبح وسط التراب والشجر، بتعد في الأيام وشقاير الأسنان دمعت عيونها أكياس بتعبي فيها السنين وتعينها في الأحلام. ومن ليالي التضاد نسجت هدوم الصبر، لا عمرها كلت ولا بان في عينها كلام، وسنين تعديها السنين عايشة الحياة وسطنا زي النسيم مشيت، ومقامها جوه البيت الأم والدولة. تعبانة ما يهمش، كسلك شجيانة ما تكلش، بس المهم نكون وياها ايد واحدة. الست دي أمي مصرية صعيدية شاربة أصالة النيل، وفي ليلة ينزل حتة حتة صغيرة. لا قول. عايشة الحياة وسطنا زي النسيم ماشية، ومكانها جوه البيت الأم والدولة. تعبانة من همي شجيانة متكلي، بس المهم نعيش وياها إيد واحدة. وفي ليلة بعد العشاء نزلت دموع الشجع على وشها تنور، ساعتها وقف الزمن واستكفت الأيام، وخد بإيدها القمر لمكان ورا الأحلام. الست دي أمي مصرية سعدية شاربة أصالة النيل، والطامية في إيديها طول الزمن حنة. الله عليك. قولوا لي في الكومنتات عمي جابر الشاعر الجميل اللي انا بحب شعره يفتح صفحه؟ قولوا لي ايوه ولا لا.